عمرك سألت نفسك ليه العسل موجود بكل الألوان اللي انت شايفها قدامك دي؟ لو تعرف الإجابة السؤال ده يا ريت توقف ستوب وتسيب لي كومنت حالا توقع ليه العسل لونه مختلف. وقف الفيديو بعدين ارجع كمل الفيديو تاني عشان انت هتعرف حقائق مذهلة في الفيديو ده ليه العسل ألوانه مختلفة. عسل موالح اصفر وخفيف، عسل السدر غامق وتقيل. يا ترى ايه السر؟ هل السر في النحله ولا السر في الزهره؟ تعال اقول لك اللي محدش هيقوله لك. الزهره هي الاساس اللي تقدر تبني عليه مقوله او المواصفه الخاصه بالناتج النهائي بتاع العسل. يعني النحله عباره عن طياره او مصنع بياخد رحيق الازهار، يبدا يعمل عليها شويه عمليات معينه، فرز انزيمات في الامعاء المعده بتاعتها، ويبدا يخرجها على انها عسل كغذاء حضرتك تاكله وانا اكله. بس في نفس الوقت لازم نكون عارفين معلومه مهمه جدا، او نسال سؤال تحديدا مهم جدا. هل لو احنا جبنا نبات سدر في مصر وجبنا نبات سدر في اليمن، جبنا طائفه نحل في مصر جبنا طائفه نحل في اليمن، هل العسل هيخرج نفس زي بعضه ولا لا؟ لزوجه مش هتساوي لزوجه، طعم مش هيساوي طعم. الفكره الوحيده ان في مجموعه عوامل تانية بتحدد ايه هي المواصفه النهائيه للعسل. تعال اقول لك تاني حاجه الدنيا بتشتغل عليها ازاي. درجه الحراره والتربه بتحدد طعم العسل، والنتيجه النهائيه الخاصه بالعسل هتبقى فيها ايه، لان الجو بيختلف، التربه بتختلف، وبالتالي العسل اليمني غير العسل المصري، بس الاثنين ممتازين. الكميات الكيميائيه بقى الموجوده في الزهور اللي بيتغذى عليها نبات فيها شويه حاجات كده اسمها فينولات. الفينولات دي يا معلم مع شويه زيوت طياره هي دي اللي بتشكل العامل الرئيسي والنهائي لشكل المنتج ولونه وطعمه ولزوجته وشويه الحاجات اللي احنا قلناها دي. عشان كده هتلاقي نوع عسل زي الموالح خفيف اصفر، نوع عسل تقيل غامق زي السدر، الاثنين كويسين، استخدموا الاثنين. اهم حاجه تاكل عسل عشان ما تطلعش عيني. احلى مسا عليك. لو عايز تتكلم في موضوع معين او تسال سؤال معين سيب لي كومنت حالا، اول ما اشوف هرد عليك. احلى مسا عليك، سلام.